حبس صناع المحتوى، وإيه هي قيم الأسرة المصرية بالضبط، وكمية الحقد لفكرة إن الناس دي بتعمل فلوس وأنا ما باعملش، يعني أنا محامي والّا دكتور والّا مهندس قد الدنيا، هو يعمل كل الفلوس دي وأنا ما أعملش، يستاهلوا يالّا خلّيها تنضف. أيوه أنت مالك؟ هو مثلًا مش بيدفع ضرايبه أو مش بيدفع فلوس النت، أنت عملت كده ليه؟ ما تجيب فلوس من الهوا زيه. تقول لي لا يا عم أصل أنا ما اقللش من نفسي واطلع اهبل على النت ومش عارف مين وبتاع. اذا انت اللي اخترت، انت بتلوم الناس انها ما اختارتش اختيارك وعايز لهم الشر لانك بتحقد عليهم. هم اراجوزات يا سيدي وانت وكور، وهم اختاروا يبقوا اراجوزات ويعملوا فلوس كتير، انت اخترت تبقى وكور وما تعملش فلوس. انت حر، هم حرين. وانا بجد ان عالم السوشيال ميديا هو عالم من الفانتازيا. الشخصيات اللي هناك فيه دي هي شخصيات شبه حقيقيه، هم حقيقيين طبعا موجودين في الواقع وكل حاجه. بالنسبه للمشاهد هي شخصيات كرتونيه، ومن المفترض ان اي فعل بيعملوه يفضل في العالم بتاعهم هناك، ما يخرجش براه. كون ان هو يخرج براه ويتحول لجريمه وحبس وعقاب مش فاهمها بقى. لا عندنا حريه نتكلم في السياسه وخلاص ما عدناش بنتكلم في السياسه، ولا نتكلم في الدين وخلاص ما عدناش بنتكلم في الدين، ولا حتى نهزر بالسنه زياده عن الطبيعي. الستاند اب كوميديانز لما بيهزروا بيترفع عليهم قضيه او بيتحبسوا. انا مش مع انك تقول الفاظ، انا مش مع انك تطلع تهبل وتهطل ومش عارف مين، ولكن انا لا املك الحق في التحكم في افعال غيري. انا لما اطلع اتكلم على الانترنت مش هشتم، انا لما اطلع اتكلم على الانترنت مش هعمل نفسي اراجوز. انا مش طالع ادافع عن حد، ما بتفرجش على حد فيهم تقريبا، لكن هم ناس بيعملوا حاجه على الانترنت وانا بعمل حاجه على الانترنت. الناس بتلجأ لعالم الانترنت عشان تهرب من الواقع. بعد يوم طويل مسحوله في الشغل تفتح التيك توك تتفرج على لايف فلانه ولا فلان، وهم مش منتظرين مثلا ان هم ياخدوا معلومه علميه. هل انا مع مهزله المحتوى الرديء اللي على الانترنت دي؟ انا مش معاها. هل هم كل اللي اتقبض عليهم ما بيقدموش حاجه فعلا؟ اغلب. هل بقى كونهم ما بيقدموش حاجه ده يستدعي حبسهم؟ وايه هي قيم الاسره المصريه بالظبط؟ انا مش عايز اتعدى على حد. هل انا في كلامي ده تعديت على قيم الاسره المصريه؟ ما اعرفش، وهي دي المشكله. وكون الشتايم والايحاءات موجوده في عالمنا الحقيقي وفي الشارع، انا ما ببررش ده وجودها على الانترنت، ولكن الملام هو المشاهد. لو في محتوى غير ملائم لحد ان هو يشوفه، مش من المفترض ان هو يشوفه. انت مسؤول عن انك تمنع عن ولادك اللي انت شايف ان هو مضر ليهم، لكنك مش مسؤول عن التحكم في ايه اللي يتعرض. انت مسؤول عن اختيار اللي تشوفه، لكنك مش مسؤول عن اختيار اللي الناس عايزه تشوفه او الناس بتحب تشوفه. الايحاءات الجنسيه حتى في كتير من الافلام زمان، وده ما كانش بيتعدى على قيم اسره مصريه، ولا كان بيتعدى وبيتسكت عليه، ولا ما كانوش غلابه، ولا ايه بالظبط. اتمنى نكبر شويه، يبقى عندنا سياسه تقبل اختلاف البني ادمين اللي مش شبهنا، واللي اختاروا اختيارات مش اختياراتنا. اتمنى ما اكونش تعديت على قيم حد، واتمنى ليهم الخروج بالسلامه وبس.